خد بالك من حاجة مهمة قوي. المحل اللي دايما عليه زحمة وعلى مدار اليوم بيجيله ناس كتير مش معناه انه ناجح تجاريا وتسويقيا اكتر من محل زباينه قليلة والخطوة فيه عزيزة، لان بيعة واحدة بس منه ممكن تبقى بربح اليوم كله من المحل التاني. النهارده هقولك على حاجه هتفرق معاك جدا، خصوصا لو عندك صفحه على السوشيال ميديا للبيزنس بتاعك، بتنزل عليها منشورات متخصصه في مجالك وبتتعب فيها جامد، لكن النتائج ضعيفه جدا. ممكن 2 3 بس اللي يشوفوا المنشور ويعملوا لايك، فبتحس انه تفاعل مش عادل بالمقارنه بفيديوهات ريلز او منشورات تانية ممكن تكون شايفها بسيطه لكن جايبه مشاهدات بالملايين. عايز اقولك ان الموضوع مش ارقام، الموضوع جوده اهتمام وعميل مهتم انترستد برسالتك. مش كل لايك عميل، ومش كل مشاهده معناها تاثير يبيع. في فرق كبير بين محتوى بيتشاف ومحتوى بيتفهم ويتحس. الخوارزميات بتحب اللي يتشاف بسرعه، لكن البيزنس الحقيقي بيكسب من اللي يثق ويقرر يشتري. ممكن فيديو يجيب مليون مشاهده ومفيش منه جنيه واحد، وممكن بوست صغير يوصل ل5 اشخاص بس واحد فيهم يبقى عميل يغير لك الشهر كله. فاسال نفسك دايما، انا بعمل محتوى عشان اتشاف ولا عشان ابيع وابني ثقه واسم يكبر؟ لكن الفرق بينهم هو الفرق بين شهره مؤقته وفلوس حقيقيه. اهتم بجوده محتواك واللي يجيب لك عميل ليه قيمه فاهم شغلك، وما تشغلش بالك بالحاجات اللي بتفرقع للتسليه وبعدين تتنسي. اكتب في الكومنت مجالك واكتر 3 مجالات هعمل لهم فيديو مخصوص ازاي تجيب عملاء حقيقيين للنيتش بتاعك مش مجرد مشاهدات، وتابعني يمكن مجالك يكون واحد منهم علشان تشوف الفيديو الجاي. بهاء كرم.